بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم جيت تواجدت بهذا الفضاء، في دار الثقافة. كان واحد الاهتمام ديال الناس ديال الإدارة ديال الأمن الوطني في التواصل ديالهم مع شهداء الواجب ومع الناس ديال الموظفين المتقاعدين ومع أبناء الموظفين ديال الإدارة ديال الأمن الوطني. مشكورين على هذا البرنامج اللي دايرينه. اليوم انا جايه نوجه واحد الرساله ديال شكر وتقدير واحترام لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، الله يحفظه لنا ويشافيه لنا يا ربي، على انه عطانا مسؤولين في المستوى، مسؤولين اللي كيشرفوا المغرب ككل، اللي منهم السي عبد اللطيف الحموشي اللي عطى الكثير للاداره ديال الامن الوطني والجهاز ديال الامن الوطني منذ التولي ديالو في الاداره ديال الامن الوطني. وحنا كنشوفوا الحمد لله مسيره حافله بالعطاء بالنسبه لا للموظفين ولا للمواطنين من امن وامان الحمد لله، وهذا كيشرفنا كمغاربه وكيحسنا بالامن والامان في بلادنا. الشكر الكبير ليه لانه فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب، عطى الكثير للاداره ديال الامن الوطني، بحيث انه كاين ترقيات كثيره. الناس عندهم الحمد لله لا الموظفين ولا المواطنين ولا الحمد لله تيمتازوا بزاف ديال المسائل اللي من بينهم لا الترقيات لا الاجور ديالهم الحمد لله. بالنسبه للمواطنين، فاش كيخرج شي مواطن وكيوجه نداء للاداره العامه للامن الوطني السي عبد اللطيف الحموشي الا وتيلقى الحمد لله تواصل كبير. كما كنشكر الناس ديال الامن الوطني، والي الامن ديال مدينه مراكش، لا الوالي السابق السيد العلوة حفظه الله، ولا السيد سي محمد مشيشو اللي الحمد لله حسينا معاه انه الحمد لله انسان متواضع، انسان اللي كيتعامل مع الناس كلهم الحمد لله على الصعيد ديال مدينه مراكش، لا الموظفين ولا المواطنين. تنشكروه على التواصل ديالو معنا. كنوصلوا تنشكروا الناس اللي جاو حضروا من مدينه الرباط وجاو لهذا ليفينمون وهذا النشاط هذا اللي دار. الصراحه ما نكذبش عليك، الاداره ديال الامن الوطني شفنا فيها بزاف ديال الامتيازات، بزاف الامتيازات، وهذا شكر كبير لهم. لا سميرة، شنو هو الشعور ديالك كنتي الاب ديالك كراجل امن سابق، يعني حجيتي لهذا الفضاء هذا باش كتحسي تفكرتي الاب ديالك ملي كان رجل امن سابق؟ اش غادي نقول لك، انا الوالد ديالي ماتريكي 8033 من شهداء الواجب ومن المؤسسين ديال الامن الوطني وراقب مراكش. كان في الخفض الملكي، عطى الكثير الحمد لله، مسيره حافله بالعطاء، الله يرحمه ويوسع عليه والله يخرج سلبيات كل موظف من الاداره ديال الامن الوطني على خير، والله يجعل صدر ربي اللي ماتوا الله يرحمهم الناس ديال الواجب، واللي حيين الله يجعل صدر ربي يحفظهم. انا كنحس انني في الاداره ديال الامن الوطني انا من الاسره ديال الامن الوطني الحمد لله. كنحس الحمد لله واخا مات الوالد تنحس بان با باقي الحمد لله. علاش باقي با؟ لانه ملي كتمشي شي اداره من الادارات ديال الامن الوطني وكتشوفي العطاء ديال الموظفين ديالها وكتشوفي التواصل ديالها، وسيرتو حنا في مدينه مراكش كتعرف ان مدينه مراكش مدينه سياحيه بامتياز. الحمد لله كنحسوا بالامن والامان فيها. عنصر الجريمه الحمد لله ما كاينش الحمد لله. عندنا الامن والامان، كنخرجوا بالليل بالنهار، هذا تيشرفنا وتيشرفنا المدير العام للامن الوطني. وكنشكروا صاحب الجلاله على انه الحمد لله حط لنا ناس مسؤولين اللي كيحسونا بالامن والامان، الله يحفظه لنا والله يشافيه والله يعافيه. شكرا بزاف للمدير العام للامن الوطني، شكرا للوالي مدينه مراكش على التواصل ديالو معنا وعلى العطاء ديالو الكثير. تنشكروا الناس ديال موظفي الامن الوطني. شكرا. سير استرشادا بتوجيهات السيد المدير العام الوطني ومراقبة التراب الوطني، وبعد هذه الأيام التواصلية الجهوية، هو من جهة
تقوية التواصل وتوطيد الثقة بين مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الأمن الوطني وبين منخرطيها من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق التواصل المباشر بين شركاء المؤسسة وبين منخرطيها. ويساهم في هذه الأيام التواصلية الجهوية على ممثلو القطاعات الخدماتية بالمؤسسة وثلة من الشركاء الذين لديهم عقود شراكة مع المؤسسة. والسلام عليكم ورحمة الله. استرشادا بتوجيهات السيد المدير العام الوطني ومراقبة التراب الوطني، وبعد الإقبال الكبير الذي عرفته المحطة الأولى بالدار البيضاء، تنظم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني المحطة الثانية بمدينة مراكش يوم 12 13 14 من شهر جنبر الجاري. ويساهم في هذه الأيام التواصلية الجهوية عدد كبير من الفعاليات وقطاع كبير من القطاعات الخدماتية بالمؤسسة من جهة. و الباراجراف الأولاني